آه، انا هنا بقى بعد ما سبت المادة على الشعر في حدود ساعة ونص شطفت الشعر الشطف كامل. زي ما انتوا عارفين انا بحب جدا الخامات او المواد اللي بتتشطف شطف كامل. هي بتريحني جدا في الشغل وبتديني النتيجة اللي انا عايزاها. الخطوة دي بقى انا لازم انشف الشعر 100%، مفيش فكرة 80% والكلام ده. لازم ما اسمعش طشة المكوى في الشعر ابدا. دي بتديني النتيجة اللي انا عايزاها، بتطلع لي الشعر فيه اللمعة اللي انا عاوزاها. زي ما بقول لكم بقى، انا كل خطوه لازم ببقى مشط الشعر بايدي، يعني انا ببقى ماسكه السشوار بايد والمشط بايد، ودايما مسلكه الشعر قدامي. هنا انا يعني مش عارفه ما اقول لكم تكه ليا او دي الحاجه اللي انا بستريح فيها في شغلي لما يكون شعر طويل او حالته صعبه او حاسه ان هو هياخد مني مجهود. انا بحب قوي ابدا بالجزء اللي قدام او بالربع اللي قدام، ببدا بالجناب والقصه قبل باقي الشعر. بحسها اهم حتة ممكن اشتغلها يعني في الشعر كله، فبحب اديها تركيزي يعني. المكوى بهديها في الحتة دي بالذات، منطقة الجناب بالذات، الجناب والبيبي هير اللي قدام والبيبي هير اللي من ورا اللي عند منطقة الرقبة كده. المنطقة دي يا جماعة دايما دايما اللي هيعلي مكوته الشعر هيتقطم فيها. انا بعتبرها اضعف حتة في الشعر. فبحاول ان انا اتعامل معاها بهدوء كده وبالراحه. حتى انا بقول لكم اهو انا ببدا بيها لاني ببقى لسه ما فقدتش تركيزي، لسه ما تعبتش في الجلسه. فبحب قوي ان انا ابقى مركزه في الحته دي بالذات، القصه بالجناب بالبيبي هير اللي قدام. دي اللي هتظبط لي شغلي، دي اللي العميله هتبقى الواجهه بتاعتها وشايفاها اكتر يعني من الشعر ورا. طبعا كله هتعمليه كويس، بس دي هيبقى لسه تركيزك فيها يعني، لسه بتركيزك يعني، لسه ما فيش حاجة تعبتك في الجلسة. باخدها بقى كده خصلة خصلة كده، زي ما قلت لكم شغلنا يبقى نظيف، شغلنا زي المسطرة، بحيث ان الجذور تيجي معايا كويس. بدوس على الجذور، بعيدة عليها كده مرة 2 3 كده بالراحة، مش بشد الشعر واجري كده، بالراحة وامشي على الشعر وانزل على بقية الشعراية او على بقية الخصلة. دايما في المنطقة دي هتحسي ان الشعر نازل على ما فيش، بالذات الشعور المهلوكة ديت. ما كترش مكوى على الجزء اللي تحت ده او اللي هي اطراف الشعر، لا انا ارجع واخد خصلة تانية عليها وارجع اخد خصلة تانية عليها، وبعد كده ااكد عليها بالمكوى. لكن خصلة رفيعة وضعيفة زي كده لو قعدت ااكد عليها بالمكوى بالعكس هتبين لي التقصيفة اكتر. وانا شغالة كده انا خلصت الخصلة اللي انا بعملها، ارجع اجيب البيبي هير اللي قدام وما اخافش لان انا مهديه مكوتي بالراحه، واخطفها برضو بسرعه بحيث ان انا ما اركزش بالمكوى والسخونه توصل لجلد العميله وتبقى طبعا دي كده لا، دي جلسه عذاب دي. يعني اخلي بالي ان انا اطلع شغلي نظيف وفي نفس الوقت العميله ما تشتكيش من شغلي. زي ما انتوا شايفين بقى كده واحده واحده اخلص الجنب دوت واخد مثلا نص القصه معاه، وارجع اخد الجنب التاني بنص القصة التاني واكد على البيبي هير اللي قدام خلصته، ادهنه كده اي ترميم من عندي واسيبه لحد ما اخلص الشعر اللي ورا، وارجع اكبس على البيبي هير بمكوى برضو خفيفة كده بالترميم، كوية بسيطة اوي بحيث ان انا بس ابقى اكدت عليها. هاجي بقى عند منطقة اللي هي منطقة القفا اللي من ورا دي برضو يا جماعة، دي اهتم بيها جدا، دي ببقى عاملها معاملة البيبي هير برضو، ببقى مهدية لسه مكوتي عليها وابدأ عليها وانا مكوتي لسه هادية بالراحة. الحتة دي الشعر فيها مبقاش منتظم لان العروق اللي في اللي واصلة للدماغ دي بتخلي الشعر معرج قدامي مش مظبوط، مش زي المسطرة قدامي. فحاول اخدها خصلة خصلة رفيعة وبالراحة، وبرضو ايه يعني بالراحة واخطفها بسرعة بحيث ان انا ملسعهاش.
يعني الحتة دي بتهتمي بيها جدا زي بقى واجهة الشعر كده او واجهة الوش كده قدامك، لان انا في عميلة بتبقى جاية مثلا الحتة دي معقداها في حياتها، فلازم دي ما امرش عليها مر كرام كده وخلاص، لا بالعكس لازم اهتم برضو بيها. باقي الشعر ممكن بقى بعد كده اعلي مكويتي شويه بحيث ان هي ما تهداش معايا بقى في الشغل وتعمل لي ديفو ولا حاجه، لا هعلي بقى مكويتي شويه ومش قوي. اللي فاهمين غلط ان درجه الحراره لازم تبقى عاليه قوي عشان تطلع لي نتيجه حلوه. طب بصي جربي في خصله، جربي في خصله ان انت تعلي درجه حراره المكوى معاكي قوي. مش لدرجه طبعا ان انت تقطمي الشعرايه، ان انت زي ما انت كده بتقولي درجه حراره البروتين لازم مكوه البروتين لازم تبقى عاليه. هتلاقي التقصيفه او البيبي هير اللي في وسط الشعر كله بيقف معاكي وباين معاكي. لكن هدي مكوتك وامشي بالراحه على الشعرايه، هتصدقي بقى كلامي، هتلاقي فعلا البيبي هير ده بينام معاكي بالمكوه والتقصيفه بتروح معاكي. مسكه مكوتي لازم كأني بتني الشعرايه لتحت. الحركة دي وانا باخد الشعراية كده او الخصلة لتحت، دي بتضيع لي اي تقصيفة في الشعر. جربي طريقتك وجربي طريقتي وشوفي انهي واحدة اللي هتخفلك العيوب ديت. يا جماعة انا يعني انا في محافظة القاهرة في ارض اللواء، اللي حابة منكم ان هي تحضر معايا جلسة او في تكة مش متأكدة منها او مش فاهماها بالظبط، تيجي وتحضرها معايا. انا الحمد لله رب العالمين في ناس حضرت معايا مرحله الكبس دي اتبسطوا جدا، ومسكتهم طبعا المكوى بايديهم وجربوها. وفعلا يعني ما شاء الله بيبعتوا يقولوا لي ان فرقت معانا في شغلنا، وبيبعتوا لي نتيجه شغلهم بعد الجلسه، وبيبقوا مبسوطين جدا بالتكات اللي احنا قلناها مع بعض في اثناء جلسه البروتين. تعتبر من أهم خطوات جلسة البروتين، كلهم خطوات مهمة، كل الخطوات اللي بنعملها خطوات مهمة، لكن باقي الخطوات تعتبر خطوات سهلة. يعتبر أصعبهم هي تكات الكبس المادة. أتمنى لو في حاجة مش واضحة أو حاجة مش مفهومة أو حاجة عايزين تسألوني عليها، اتفضلوا ابعتولي وأنا تحت أمركم. خلصنا الجلسة على خير الحمد لله. زي ما انتم شايفين بعد الكوي الشعرية مش باين فيها تقصيفة خالص، ما شاء الله اللهم بارك. هنغسل بقى الشعر بشامبو والبلسم وهجيب لكم نتيجة الشعر ان شاء الله. عجلان قوي. اه بسريع بقى، ايوه كمان 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 كمان. هي جايه هي فين؟ المكان ما عندهاش شاحن. طبعا العاملة بقى مش مصدقة نفسها بقى بنتيجة الشعر، يعني الحمد لله رب العالمين ناجحة، جلسة ناجحة الحمد لله، والشعر زي ما انتم شايفين كده نتيجته مرضية جدا. بتفكرني بأول مرة جيت فيها والله. كنت جميل زي. لا كنت بقلس برضه بحاول اعمل كده. بعد كده بقيت عارفة عادي. اوكي.